السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، هنحضر مع بعض النهارده غدوة حلوة كده. النهارده الجمعة، فحابة اعمل اكلة كده تكون حلوة. غدوتي النهارده رز بالمكسرات وفراخ محمرة وملوخية وصينية بطاطس. الفراخ بتاعتي محشية فريك، مش عايزة اقول لكم بسم الله ما شاء الله طعمها جميل، مفيش حد دقها مني غير وشكر فيها. الطريقة بتاعتي سهلة جدا، كل اللي انا هحتاجه طماطماية وبصلاية وشوية خضرة ومعايا الفريك وبس كده. التوابل اللي هحتاجها يعني هقولها اثناء الاستخدام. اول حاجة هنروح على النار، نبتدي ان احنا نجهز الخلطة. حطيت مادة دهنية سواء بقى زيت او سمنة، بس انا حبيت اخلي الاكل خفيف فاستخدمت زيت. هنزل بالبصل الاول، تمام كده. هشوحها شوية لحد ما تدبل بس ما تتحمرش. انا مش عايزاها تتحمر عشان بيكون طعمها مسكر كده. تمام كده خلاص، البصلة بتاعتي دبلت. هبتدي انزل عليها بالخضرة، وهخلي الطماطم اخر حاجة. هنزل بالخضرة بس اخليها كده برضو تتشوح معاها كده تشويحة خفيفة. يا دوب كده انها تطلع ريحة بس مش اكتر. وقبل ما احط الطماطم عشان ما تنزلش المية بتاعتها، هكون غسلة الفريك ومنضفاه كويس جدا عشان بيكون فيه زي حصو كده وحاجات. لازم تخلي بالك وتنضفيه كويس وتغسليه كويس. وبعدين هنزل بيه احمره مع البصل والخضرة، بيدي طعم حلو جدا. وكده خلاص الفريك بتاعي اتحمر شوية. هبتدي ان انا انزل عليه بالطماطمايه اللي مقطعاها، وممكن تضيفي صلصة طماطم يعني لو مفيش طماطم كده متقطعة. هحمرهم كلهم مع بعض كويس، وبعدين هنزل عليهم بالتوابل. التوابل بتاعتي سهلة وبسيطة. هنزل بربع معلقة فلفل اسود، وهنزل بنص معلقة كمون ومعلقة كزبرة، وهنزل بنص معلقة من السبع بهارات وبس كده. هقلبهم كويس مع بعض كده. تمام خلاص، هقلبها شوية وهنزلها تبرد، وهبتدي ان انا احشي الفراخ. كده الخلطة بتاعتي خلاص بردت، هبتدي ان انا احشي بيها الفراخ. هبتدي ان انا اقفل المكان اللي بيكون عند الرقبة من فوق بالكبدة او بالقنصة بتاع الفرخة عشان الخلطة ما تطلعش منها. وهبتدي ان انا احط الخلطة فيها. انا هقسم شوية دول على الفرختين يعني. هحشيها كده من قلبها ومن عند الوركين كده من النص. حاولي ما تكبسهاش وفي نفس الوقت ما تخليهاش فاضية يعني. وبايدي كده هتحركي مكان الورك شوية، وهتحشي المنطقة اللي بتكون هنا دي، بس ما تحشيهاش قوي يعني عشان الفرخة ما تفرقعش معاكي اثناء التسوية. يا دوب بس هتحطي شوية بس قليلين. اللي على رجل الفرخة ده يا جماعة الخضرة مش حاجة. بعد ما خلاص هتخلصي حشو الفرخة، هتبتدي انك تقفلي رجليها عشان الحشو ما يطلعش منها. هندخليها في الفتحة اللي بتكون موجودة في الفرخة. بتدخلي الرجل الأولانية، والرجل التانية بتدخليها من ورا الرجل الأولانية. يا رب أكون قدرت أشرح. شايفين؟ وبحط القنصة يعني أو سواء الكبدة من فوق كده عشان الخلطة ما تطلعش مني. وبس كده هبتدي ان انا احشي الفرخة التانية بنفس الطريقة. وقبل ما ابتدي احشي الفراخ كنت حاطة مية على النار بتغلي علشان اول ما اخلصهم اسلقها على طول وما ياخدوش معايا وقت. كده انا خلاص خلصت. هبتدي ان انا اسلقهم. الشوربة بتاعتي مش غامقة ولا حاجة، انا بس حاطة فيها طماطم وصلصة طماطم، وحاطة كمان فيها بصل
وتوابل ورق لورا وحبهان وكمون وفلفل اسود. بس كده هسيب الفراخ تستوي، وعقبال ما تستوي هجهز صينية بطاطس، قطعت طماطم وحطيت عليهم قرن فلفل حامي، انا ضفت لها عود قرفة، وبعد ما بتستوي بشيل العود خالص من الصينية، هنزل عليها بالطماطم، حاطة فيها التوابل كلها يعني في قلب الخلاط نفسه وانا بضرب الطماطم. التوابل كانت معلقة كمون ومعلقة كزبرة اسود، وكنت حاطة مكعب مرقة، وما ضفتش ملح لان الشوربة بتاعتي كانت متملحة كويس. هحطها في الفرن تستوي، وكمان عقبال ما الفراخ تستوي هبتدي ان انا اجهز الرز بتاعي. اول حاجة بحط مادة دهنية على النار سواء زيت او سمنة، انا مش مزودة زيت ولا حاجة، انا هعمل حالة رز كبيرة فعشان كده حاطة زيت كفاية. اول حاجة حطيتها ان انا حطيت عود القرفة، يعني خدت كده زي تشويحة خفيفة، ونزلت عليه بالمكسرات برضو خدت تشويحة، وهنزل عليه بالرز يتحمروا كلهم مع بعض. وحطيت معلقة كبيرة من الكركم، هيدي لون حلو للرز وفي نفس الوقت هيديله طعم حلو. هحمر برضو كده الرز شوية، وبعدين هنزل عليه بالشوربة. انا ما حطيتش اي توابل تانية لان الشوربة بتاعتي كانت متبلة يعني، بس هحتاج اني اضيف ملح زيادة عشان الشوربة عندي يعني مش مملحة قوي. بس قبل ما تضيفي ملح الرز بس تأكدي من طعمه لو محتاج ملح ولا لا. انا هضيف معلقة ونص ملح صغيرة، تمام كده ضفت معلقة ونص. خلاص كده قلبته بقلبتين وهغطي عليه اسيبه يستوي براحته. اول ما يغلي هغطي عليه، وهبتدي ان انا احمر الفراخ بتاعتي. واثناء تحمير الفراخ هعمل الملوخية. انا النهاردة هستخدم ملوخية ناشفة، دقيت الثوم وبعدين نزلت عليه على طول بالشوربة، يعني ما حطيت عليها على طول الملوخية، ما عكستش يعني وخليت الدقة بعدين، لا عملتها على طول، طشيتها منها في نفسها يعني كله في حلة واحدة. كده خلاص كنت خلصت الاكل كله وقدمته. ايه رأيكم؟ ما شاء الله ريحة الاكل جميلة جدا وطعمها حلو، وبألف هنا للي يجرب اي وصفة فيهم. يا رب فيديو النهاردة يكون خفيف على حضراتكم، اتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. متنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك للقناة. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل مع بعض الجمبري. انا عملته على القناة باكتر من طريقة، وان شاء الله النهاردة تكون طريقة جديدة بإذن الله، مستمرة برضو في الطرق التانية. حطي لايك للفيديو ونسمي الله ونبتدي مع بعض. اول حاجة محتاجة نص كيلو جمبري، ودي خلطة انا عاملاها عبارة عن دقيق وبقسماط ونص معلقة كمون ونص معلقة فلفل اسود ونص معلقة ملح، وكمان مجهزة تتبيلة هحطها على الجمبري. لو حابة تشوفيها بالتفصيل ادخلي على الفيديو اللي قبل ده، وهسيبلك الرابط بتاعه في اول تعليق مثبت. هي عبارة عن بصل وطماطم وخضرة وتوم وفلفل. اول حاجة هحطها هي معلقة بهارات سمك، وهحط ربع معلقة فلفل اسود، وكمان هحط معلقة كزبرة، وهحط نص معلقة كمون، واخر حاجة هحطها هي نص معلقة ملح. هنقلب الجمبري في كل المكونات. ممكن تسيبي تتبيلة شوية في التلاجة او تشتغل على طول، مفيش اي مشكلة. دلوقتي هنزل بالجمبري على الدقيق وهحاول اني اغلفه من كل الاتجاهات. التقليب المعلقة مش هينفع، لازم تقلبيه بايدك كويس عشان تتأكدي ان كل الجمبري اتغلف بالدقيق.
كده تمام. اتأكدت ان كل الجمبري اتغلف في الدقيق. هعمل بقى دلوقتي خطوة مهمة، هي ان انا هجيب حاجة ادخل بيها الدقيق الزيادة اللي في الجمبري عشان مينزلش في الزيت ويعمل دخانة، وفي نفس الوقت عشان ميتحرقش في الزيت ويأثر على لون الجمبري. كده خلاص خلصت كل الكمية. هبتدي ان انا هحمرها، هقليها في زيت غزير ويكون سخن. الجمبري اول ما ينزل في الزيت متقلبوش نهائي، الجمبري ما بيتقلبش، يدوب بس هزي الطاسة مش اكتر. ولو في حاجة بس لسه ظاهرة فوق الوش حاولي كده بمعلقة تنزليها في قلب الزيت. الجمبري ما بياخدش وقت كتير على النار، لازم تنزليه بسرعة عشان ما ينشفش منك. مجرد ما لونه يبتدي انه يتغير على طول اعرفي انه استوى وطلعيه من الزيت. وكده بألف هنا هتاكلي جمبري زي بتاع المحلات، بل بالعكس ان شاء الله هيكون احسن. تقدري تقدميه مع رز الصيادية او مع عيش وطحينة ويكون طعمه حلو في تلك الحالتين. الرز اللي عملته في الفيديو اللي فات برضو، اللي ان شاء الله هسيب لكم الرابط بتاعه في التعليق. لو لسه مكمله الفيديو لحد دلوقتي ما تنسيش تحطي لي لايك واشتراك للقناه، واكتبي لي تعليق قولي لي حابه تشوفي ايه الفيديو الجاي ان شاء الله. وكده اكون خلصت الفيديو، اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. مع السلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد وهنعمل مع بعض سندوتشات الكبدة والسجق زي المحلات بالظبط وكمان احلى وانضف كمان. جربيها بطريقتي وان شاء الله هتعجبك ومش هتحسي فرق خالص ما بينها وما من بره. متنسيش تحطي لايك للفيديو واشتراك للقناة ونسمي الله ونبتدي مع بعض. اول حاجة اقولها لكم هي المقادير اللي هستخدمها. معايا نص كيلو كبدة بلدي ونص كيلو سجق شرقي، ومعايا كام فص ثوم مفروم، وبصل متقطع مكعبات، وفلفل رومي متقطع وممكن تضيفيله فلفل حامي، والتوابل كلها هقولها اثناء استخدامها. ومعايا دبس رمان. وبس دي كل المقادير اللي هستخدمها. كل وصفة بعملها بسيب المقادير بتاعتها في صندوق الوصف. هنسمي الله ونبتدي. اول حاجة نعملها الكبدة. حلة على النار فيها مادة دهنية، انا استخدمت الزيت، نزلت عليها بالبصل وكمان ضفت الثوم. هقلب في البصل والثوم مع بعض لحد ما يتبلوا خالص. كده خلاص البصل دبل معايا، هبتدي ان انا انزل عليه بالفلفل. لو حابه تضيفي فلفل حامي مفيش مشكله، بس انا استخدمت فلفل بارد. هقلب الفلفل والبصل مع بعض لحد ما الفلفل برضو يدبل. كده خلاص البصل والثوم والفلفل اتحمروا كويس ودبلوا. هقسم الكميه دي لجزئين، هاخد منها حوالي كبشتين كده للسجق وهخلي الباقي للكبده. عليهم برشه خل بسيطه. هستنى كده لحد ما رشه الخل تتبخر بس شويه، وهبتدي ان انا انزل عليها بالكبده. هحمر الكبده لحد ما كلها تاخد لون واحد وتبتدي انها تدخل في السوا. كده خلاص الكبده ابتدت تدخل معايا في السوا، وهبتدي ان انا اضيف لها التوابل. ضفت ربع معلقه من بهارات المشويات بتديلها ريحه حلوه وطعم حلو، ونص معلقه من السبع بهارات، ومعلقه كزبره، وربع معلقه فلفل اسود، ومعلقه كمون، وحطيت نص معلقه صغيره ملح. المقادير كلها باخدها بالمعلقه الصغيره. هبتدي اقلب كل التوابل مع الكبده، وهضيف لها نص كوبايه ميه. كمان هضيف لها حوالي معلقتين دبس رمان بيخلي طعمها حلو جدا. هقلب كل المقادير في بعضها وهغطيها تكمل سواها 5 دقايق بالظبط وهطفي عليها.
وكده ما شاء الله خلاص الكبده خلصت. هبتدي ان انا اجهز السجق. حله على النار، ضفت فيها معلقتين كده زيت، وحطيت فيها الكبشتين الخلطه اللي احنا كنا عاملينها في اول الفيديو، بصل مع الفلفل مع الثوم. انا ما حبيتش اقعد اعمل وقال لي كذا مره، هي قلت هعملهم مره واحده واخد بس كبشتين. هحمرهم بس كده شويه، وبعدين هنزل عليهم بمعلقتين دبس رمان. هقلب فيهم كده شويه، هخليهم هنا يكملوا تحمير. كده خلاص وصلوا لدرجه ان انا عايزاهم يتحمروا فيها. هبتدي ان انا اضيف لهم السجق. عاوزه تقطعيه حتت صغيره مفيش مشكله، بس انا حبيت ان اضيفه سليم عشان اللحمه المفرومه اللي جواه ما تطلعش منه. هرصه جنب بعضه واغطي عليه شويه. كده خلاص نزل الميه اللي بتكون موجوده فيه، وكمان ضفت له معلقه من الصلصه. انا بغطيه شويه عشان قبل ما احط له الصلصه، يعني عشان ينزل كل الدهون اللي فيه او الميات الزياده اللي بتكون فيه. دلوقتي انا هضيف له التوابل. انا ضفت نص معلقه كزبره ونص معلقه كمون، وبس كده. مش هضيف اي توابل ولا ملح ولا اي حاجه. هو بيكون متملح وفيه جميع التوابل، وبيكون ما شاء الله مظبوط. حضرتك برضو ذوقيه، عجبك الملح بتاعه تمام، حسيت انه عايزه ملح تاني ضيفي مفيش مشكله، بس انا كنت حابه ان هو يبقى منه فيه كده. وغطيت عليه وسبته كده يغلي مع بعضه لحد ما شاء الله الصلصه اللي انا معلقه الصلصه اللي حطيتها فيه اتسبكت. وكده خلاص خلصته بألف هنا ما شاء الله. طعمه جميل وريحته جميله. هبتدي ان انا اجهز السندوتشات بتاعتي، وهبتدي ان انا ارص الكبده وهرص السجق. انا عشان السندوتشات بتاعتي والحاجات تتقدم كلها تكون سخنه، كنت مجهزه السندوتشات مفتحاها الاول قبل ما ابتدي الاكل خالص او قبل ما اعمل اي حاجه، عشان مجرد ما اعمل الحاجات اروح معبيه السندوتشات على طول واقدمها سخنه. تقدري تقدميها مع كاتشب ومايونيز او مع مخللات. ما شاء الله بجد طعمها حلو جدا. بجد جربي الطريقتين دول، ما شاء الله طعمهم حلو جدا زي المحلات واحلى كمان والله وانضف. وبألف هنا لكل اللي يجربها. ايه رأيكم في الجمال ده؟ يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده بسيط عليكم ويعجبكم ان شاء الله. متنسوش تحطوا لي لايك واشتراك للقناه. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. مع السلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم جميعا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد وهنعمل مع بعض فراخ مشوية في الفرن طعمها حلو جدا جدا جدا، وهنعمل معاها بطاطس وكمان رز بالشعرية. جربي طريقة الفراخ دي ان شاء الله هتعجبك جدا. متنسيش تحطي لايك للفيديو واشتراك للقناة ونسمي الله ونبتدي مع بعض. اول حاجة هبتدي بيها هي المقادير. مقادير المرة دي سهلة جدا. هنحضر الاول تتبيلة الفراخ، وهحتاج لها بصلاية مفرومة ومعاها فصين توم وطماطماية وفلفل الوان، لو متوفر حطيه مش متوفر خلاص. ومعايا كاري على كركم وكزبرة وسبع بهارات وفلفل اسود وبهارات مشويات وكمون. ومعايا كمان قرفة مطحونة بس ما كانتش متوفرة عندي، فحطيت عود قرفة مؤقتا يعني هيديني برضو ريحة وطعم. فلو متوفر عند حضرتك قرفة هتحطي بس ربع معلقة صغيرة. هقول مقادير التوابل بالظبط أثناء استخدامها. هجهز الحاجة اللي هتبل فيها الفرخة، وهنزل بالبصل وكمان قطعت الثوم
وهحط عليه الطماطمية المفرومة، وهنزل عليه بالفلفل الالوان، لو متوفر اخضر عادي حطي، ولو مش متوفر فلفل خالص مفيش اي مشكلة. هبتدي احط التوابل. اول حاجة معايا نص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة بهارات مشويات، وهحط معلقة كزبرة. المقادير كلها باخدها بالمعلقة الصغيرة. وهحط معلقة من السبع بهارات، وهحط معلقة كمون، وهحط معلقتين صغيرين من الكاري على كركم. انا عاملاهم مع بعض في برطمان واحد وباخد منهم، بيدوا للفراخ طعم حلو ولون جميل جدا. وهحط معلقتين صغيرين ملح، وهحط عليهم حوالي ربع كوباية زيت، وكمان رشة خل بسيطة جدا. وبعدين هبتدي بايدي كده ادعك الخلطة كلها في بعضها، ولو عندك خلاط افرميهم فيه عادي مفيش مشكلة. وهجهز الفرخة بتاعتي اكون غسلاها كويس جدا. هبتدي ان انا احط عليها الخلطة وادعك الخلطة فيها كويس جدا، واحطها ما بين الجلد نفسه واللحم، وبالسكينة كده اعمل الفتحات من جوه الفرخة عشان تتشرب كويس الخلطة. شايفين هدعكها كلها كويس، وهدخل كمان من قلبيها، وهسيبها في التلاجة ليلة كاملة عشان تكون اخدت طعم الخلطة كويس جدا، ويكون طعمها حلو، ويكون الخلطة باينة فيها كطعم وريحة وكل حاجة. كده انا خلاص هشيلها في التلاجة واطلعها ان شاء الله تاني يوم. كده خلاص انا سبتها يوم كامل في التلاجة وطلعتها تاني يوم. حطيتها في قلب سيخ، وربطت كده رجلها عشان ما تتفكش مني وتقع. وجهزت كده صينية بطاطس هحطها من تحت الفرخة عشان الدهون كلها اللي هتنزل من الفرخة تنزل في قلب الصينية دي، بتديني طعم حلو جدا. وكمان هعمل جنبها رز بالشعرية، او اعملي بقى رز اصفر او اي رز حضرتك تفضلي يعني. كده الفرخة بطمن عليها في الفرن ما شاء الله تمام، خلاص استوت، وهطلعها اقدمها في الاطباق. البطاطس بقى مش عايزه اقول لكم طعمها بيبقى عامل ازاي ولا ريحتها، بسم الله ما شاء الله. والفراخ طعمها جميل جدا ومستويه حلو جدا الحمد لله، ما شاء الله ريحتها جميله جميله جميله. بألف هنا للي كل اللي يجربها. فيديو النهارده سهل وبسيط، يا رب يكون عجب حضراتكم. متنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناه. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. مع السلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل فيديو جديد ووصفة جديدة، سندوتشات خفيفة تنفع في الغداء او في العشاء او في الرحلات. ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتراك للقناة، ونسمي اللي ونبتدي مع بعض. اول حاجة هبتدي بيها ان انا اقول لكم المقادير. اول حاجة معايا البانيه، وانا مش هحدد الكمية، حدديها على حسب السندوتشات اللي عاوزة تعمليها. ومعايا نشا، كركم، والتوابل هقولها اثناء استخدامها. ومعايا الدقيق، وبقسماط ناعم، ربع معلقة قرفة، ومعايا كورن فليكس ناعم، وكمان معايا معلقة ملح. ودي كل المقادير اللي هجهز بيها البانيه. اول حاجة هعملها ان انا هتبل البانيه. هجهز الاول التتبيلة، هخلط كل المكونات على بعضها، وكمان هضيف لها التوابل. هحط الكركم والنشا
ومعلقة ملح، هنضيف معلقة كمون، ونص معلقة فلفل اسود، ومعلقة كزبرة، ومعلقة بهارات لحمة ممكن تستغني عنها عادي بس بتدي طعم حلو، واخر حاجة معلقة من ال7 بهارات. دلوقتي هبتدي ان انا اقلبها واخلطها كلها كويس في بعضها واتبل فيها البانيه. وكده خلاص خلطتها كويس جدا في بعضها، وهبتدي ان انا اجهز البانيه بتاعي. انا مش بحتاج ان انا استخدم للبانيه بيض عشان اقليه، انا بستبدل البيض في ان انا اخد البانيه احطه في قلب ميه، دي ميه عادي ما فيهاش اي حاجه، ممكن تضيفي لها معلقه نشا لو حابه، بس يعني من غير نشا برضو بتدي ما شاء الله يعني نفس النتيجه. بحطها في قلب الميه واطلع احطها في قلب التتبيله وبس كده. ممكن تعيديها تاني، يعني تحطيها في الميه وترجعي تحطيها في التتبيله وترجعي تحطيها في الميه تاني وفي التتبيله، يعني مرتين، تعمليها مرتين عادي سواء كده او كده، ما شاء الله بتدي برضو نتيجة حلوة بإذن الله يعني. وبتغنيك عن البيض، بدل ما بتحطي مثلا بيضتين 3 المية بتبقى حلوة برضو بتدي نتيجة حلوة. ان شاء الله جربيها وتعجبك جدا بإذن الله. انا من ساعة ما جربتها ما بقتش استخدم خالص البيض، وخصوصا ان في اطفال ما بتحبش البيض. كده انا عملتها مرتين، حطيتها في المية ورجعت عدت عليها، سواء كده او كده ما شاء الله جميلة والله. هعمل كل الكمية بنفس الطريقة. وكده خلاص انا خلصت كل الكمية في زيت سخن. هبتدي ان انا اقلي، بسم الله. انزلي الاول في زيت سخن، وبعد ما ياخد كده التشميعة اللي بياخدها من بره دي، عادي تقدري انك توطي عليه شوية عشان يكون استوى كويس جدا من بره ومن جوه وما ياخدش لون على الفاضي. كده انا ما شاء الله خلصتهم خلاص. هبتدي ان انا اجهز السندوتشات بتاعتي. انا العيش ده الفينو جايباه جاهز، وحضرت معايا طماطم وكمان خس، الخس بيدي طعم حلو، ودي جبنة انا مش فاكرة الصراحة اسمها كان ايه، اي جبنة معاكي، رومي او فلامنك اي حاجة هتنفع مش هتقول لا. هفتح كل السندوتشات بتاعتي ومقطعة كده الشرايح، الجبنة مقطعاها شرايح عشان تبقى على قد السندوتش. وطبعا انا بقى عشان عاملة حاجة للبيت عندي فمتوصية، فبملى السندوتش ما شاء الله عشان كل اللي ياكل قطمة يبقى فيها بانيه واحسن من بره 100 مرة. وطبعا موفر جدا، بره بيتباع طبعا غالي، انتي عاملاه في البيت وعامله الحاجات طازه وفريش. البانيه لسه جايباه طازه وعملته ما شاء الله، طعمه بصراحه كان جميل جدا. ولادي وجوزي لما جربوه عجبهم بسم الله ما شاء الله جميل. واتمنى كمان حضرتك تجربيه وتقولي لي رايك فيه، ان شاء الله هيعجبك. مستنيه بقى تعليقاتكم على الفيديو. وزي ما حضراتكم شايفين انا بحط طبقه جبنه فوقها البانيه وبعدين الخس وبعدين الطماطم، وبخلي الكاتشب المايونيز اخر حاجه عشان لو حد مش حابب يضيفه يعني للساندوتش. لو حابه السندوتشات تكون حراقه نضيفي بس شطه في قلب الخلطه اللي عملناها، او ممكن تجيبي كاتشب حار. الساندوتش مش ضخم ولا حاجه ما شاء الله، هو حجمه كويس، انا ماليه بس بضمير يعني. وكده خلاص اكون خلصت السندوتشات. ايه رايكم؟ ما شاء الله طعمها جميل جدا. انا قدمتها مع كاتشب ومايونيز وكمان المخللات، ما شاء الله جميله. وكده خلاص اكون خلصت الفيديو، اتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. تنسوش ان شاء الله تحطوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناه. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ووصفه جديده، هنعمل كريب زي بتاع المحلات بالظبط، وكمان التكلفه هتكون اقل. حطي لايك للفيديو واشتراك للقناه ونسمي الله ونبتدي مع بعض. المقادير النهارده سهله جدا، واهمها العيش ده بجيبه من محلات بتاعة الكريب، العيش الكريب اللي بيتباع جاهز بيكون نفس الطعم بالظبط.
ودي تتبيلة البانيه أنا بعملها في البيت، إن شاء الله بإذن الله هنزلها في فيديو لوحده. ومعايا نص كيلو بانيه أو على حسب كمية عدد الكريب اللي انت جايباه. ودي كابوتشا، وممكن تستخدمي خس، في المحلات برا بيحطوا خس مش بيحطوا كابوتشا لأنها طبعا بتكون أرخص. وده لانشون متقطع وعليه زيتون وجبنة رومي. لو مش حابة اللانشون مش مهم تحطيه، بس حطي جبنة رومي وزيتون طبعا عشان بيدي طعم حلو للكريب. أول حاجة هبتدي بيها إن أنا أهلي البانيه، وأنا في البانيه مش بحتاج إن أنا أحطه في بيض، فبجيب مية بدل البيض يعني، منها بيكون أرخص وفي نفس الوقت بيديني نفس النتيجة. أول حاجة باخد قطعة البانيه وبتبلها كويس جدا في الخلطة، وبعد كده بحطها في المية على طول من جنبين واطلعها بسرعة، يعني مش بسيبها مجرد انها تنزل في المية وتطلع، وبحطها تاني في الخلطة، وهكذا بستمر كل الكمية لحد ما اخلصها. بعد ما بخلص الكمية كلها واتبلها بحطها شوية في التلاجة حوالي من ربع نص ساعة مش اكتر، بتساعد ان الخلطة تمسك اكتر في البانيه وميفكش منك اثناء القلي. علشان تتأكدي ان البانيه استوى معاكي كويس، اول حاجة تنزلي في زيت غزير ويكون سخن، وبعدين تروحي موطيه شوية بس لما يكون خلاص اتشمع، علشان ما يكونش من بره مستوي من جوه لسه. كده انا خلاص خلصت كل الكمية بتاعتي، شايفين ما شاء الله لونها جميل جدا، والخلطة دي طعمها حلو ان شاء الله هبقى اصورها لكم. انا كده بقطع كل الكمية اللي معايا عشان احطها في قلب الكريب متقطعة. ممكن تحطيها قطع سليمة مفيش مشكلة، بس الافضل انك تقطعيها. العجينة بتاعتي بيكون ليها وشين، وش واخد لون والتاني لأ. طبعا احنا بنقنيها نصين، بنخلي الوش اللي واخد لون من بره والوش اللي مش واخد لون من جوه. العجينة دي ممكن تجيبيها وتستخدميها في حشوات كتير جدا سواء حلو او حادق. اول حاجة بحط حوالي معلقة كاتشب وابتدي ان انا ادهنها، وبعد كده هحط شرايح البانيه، وبعد كده هحط الكابوتشا، وممكن تقطعي شرايح بصل، وحطيت الطماطم، وحطيت سلطة لانشون، وهحط كاتشب ومايونيز. وانتي بتقفلي الكريب حاولي تقفليه كويس من تحت عشان ما ينزلش منه الحاجات وانتي بتسويه. شايفين الكريب اللي بنكون جايبينه من بره بيكون حاطين فيه خس كتير وكمان بصل عشان يبان معاكي انه مليان. لو حابة تعمليه على الجنب التاني زي كده مفيش مشكلة، بس انا بفضل اني اعمله على الجنب ده احسن. هعمل كل الكريبات اللي معايا بنفس الطريقة، احط كاتشب، بعدين احط شرايح البانيه وسلطة اللانشون والكابوتشا، وبعدين شرايح الطماطم، واخر حاجة الكاتشب والمايونيز. الحشو ده بيكون براحتك، تقدري تزودي او تنقصي اي حاجة من الحاجات دي. في حشوات كتير للكريب ممكن تعمليها، مثلا زي جمبري، سوسيس وبرجر والبانيه زي ما انا عاملة، او تعملي ميكس من الجبن وتحطيه برضو في الكريب بيكون طعمه جميل، او تعمليه حلو ممكن تحطي فيه نوتيلا وموز. وعلشان تكتسبي وقت اللي تعمليهم على طول حطيهم في الفرن واشتغلي في الباقيين. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم الكريب بجميع حشواته في البيت، وكمان هعمل لكم باذن الله العجينه في البيت تكون زي بتاعت بره ان شاء الله بالظبط. هي ممكن ما تكونش نفس التدويره بس اهم حاجه تكون نفس الطعم. هدخله الفرن هياخد دقيقه من فوق، وهقلبه الناحيه التانية برضو ياخد دقيقه، وبس كده يكون جاهز معاكي بألف هنا.
وبس كده كنت خلصت الفيديو، يا رب يكون عجبكم. مستنية تعليقاتكم، متنسيش تحطي لي لايك واشتراك للقناة. اشوفك ان شاء الله بإذن الله في فيديو جديد. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم جميعا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض سمك مقلي وارز صيادية. هنجرب السمك بحشوة جديدة ان شاء الله بإذن الله هتعجبكم. اللهم بارك، طعمه زي المحلات بالظبط، بل بالعكس هيكون انضف ان شاء الله لان حاجة عاملاها في البيت. هو دلوقتي نسمي الله ونبتدي مع بعض. المقادير اللي هقولها دلوقتي تكفي 2 كيلو سمك. معايا حوالي 8 فصوص توم وبصلتين وطماطم وفلفل، ومعايا خضرة، ومعايا رز، والتوابل هقولها اثناء استخدامها ان شاء الله. ومعايا 1 مكعب مرقة خضار، وممكن تستغني عنها لو مش حابة تحطيها. بسم الله. اول حاجة هقطع البصل اللي هستخدمها في الرز. كمية البصل اللي تتحط في الرز على حسب كمية الرز نفسها. انا هعمل كوبايتين من الرز فاستكفيت ببصلة واحدة. حاولي تقطعي بصل على قد ما تقدري صغير عشان يكون سهل معاكي في التحمير ويتحمر اسرع. انا قطعت الاول البصل عشان اعمل الرز قبل ما اعمل السمك، بحيث اني اكتسب وقت عقبال ما الرز يستوي يكون كمان السمك باذن الله خلص. دلوقتي نتجه للبوتاجاز عشان نشوف طريقة الرز. بسم الله. حلة على النار هنحط فيها زيت او سمنة زي ما تحبي، وفي ناس بتحط زيت السمك بس انا مش بفضل كده خالص. البصل هيكون كافي جدا انه يدي لون حلو وفي نفس الوقت طعم حلو للرز. هفضل اقلب في البصل تقليب مستمر لحد ما توصل للون معين، هو اللون البني الغامق، والدرجة دي عشان توصلي لها هتاخد منك وقت، وفي نفس الوقت ممكن طعم البصل نفسه يمرر. فانا بعمل حاجة كويسة جدا، بضيف معلقة سكر واحدة، وبعديها ابدا بقلب على طول عشان السكر بيتكرمل معايا بسرعة، لان طبعا الزيت بيكون سخن، وبتدي اللون اللي انا عايزاه في وقت قليل. شايفين ما شاء الله درجة البصل نفسها تتغير على طول. هنزل عليها طبعا بالمية، بس هي ده الدرجة اللي انا عايزاها. هسيبها شوية تغلي على النار، وبعدين هضيف لها الرز يكون مغسول. بخلي المية تغلي كويس مع البصل قبل ما اضيف الرز عشان يكون طعم كل واحد. بعد الخطوة دي وقبل ما تضيفي الرز، لو مش حابة البصل يكون باين ممكن تشيليه بأي صفاية وبعدين تحطي الرز. دلوقتي بقى هحط التوابل. ضفت مكعب مرقة خضروات، وربع معلقة قرفة، وربع معلقة فلفل اسود، ومعلقة كزبرة، ومعلقة كمون، ونص معلقة ملح. المقادير دي كلها باخدها بالمعلقة الصغيرة. هقلبه كله وهسيبه يغلي وبعدين اوطي عليه. دلوقتي هنجهز السمك وهعمل الخلطة اللي هحشيه بيها. المقادير اللي هعملها تكفي 2 كيلو سمك. قطعت بصلة وهبتدي ان انا احمرها. حطيت زيت، هنزل عليه بالبصلة وهبتدي ان انا اقلبها لحد بس ما تدبل شوية، مش عايزاها تتحمر ولا حتى تاخد لون، مجرد انها تدبل. اول ما البصلة تدبل هنزل عليها بباقي المكونات، واول حاجة هنزل بيها هي الفلفل. هقدر قرن فلفل واحد رومي، وممكن تستبدليه بفلفل حراق لو بتحبي السمك يكون مشطشط. برضو مش هحمر الفلفل كتير، هستنى بس لحد ما يدبل وانزل عليه على طول بالثوم. كام فص ثوم متقطعين.
هنزل بالثوم ومش هسيبه كتير، يدوب برضو هقلبه. مجرد ما اشم ريحته هنزل عليه بالخضرة. عارفة ان في ناس كتير هتستغرب ان انا بسوي الخلطة الاول، بس دي طريقة تانية غير الطريقة اللي هي بندق توم عادي ونحشي بيه. دي بيكون طعمها حلو، وبتطلعيها كده تحطيها على الرز وتاكليها مع الرز، بيكون طعمها تحفة. كده خلاص حمرت الثوم وريحته طلعت، هنزل عليها على طول بالخضرة، وبرضو مش هقلبها كتير، مجرد انها تدبل مع باقي الخضروات وخلاص. ممكن كمان تضيفي للوصفة دي جزر مبشور، بيكون طعمها حلو جدا. مجرد ما الخضرة دبلت هنزل عليها على طول بالطماطم، مقطعها برضو مكعبات صغيرة. هقلب الخلطة كلها مع بعضها وهسيبها شوية بحيث ان الطماطم كمان تدبل وتبتدي ان هينزل منها مية. زي ما حضراتكم شايفين هبتدي على طول انزل عليها بشوية برشة خل سريعة كده، بتدي طعم حلو، وريحة الخل ما بتكونش باينة خالص في السمك. ممكن تضيفي للخلطة كمان ليمون، بس انا بستكفى بالخل. هنزل عليها بمكعب مرقة خضروات، وبيكون طعمها برضو جميل، متقلقوش خالص. وهحط معلقة كمون، نص معلقة فلفل اسود، معلقة كزبرة، ومعلقة ملح. هقلب الوصفة كلها في بعضها، واخر حاجة ضفتها نص معلقة بهارات سمك. هخلي الوصفة كلها تاخد تقليبة مع بعضها، وبس كده هطفي عليها. كده خلاص جهزت معايا ان انا احشي بيها السمك. ما شاء الله ريحتها جميلة جدا، وطعمها كمان اجمل. هبتدي ان انا احشي بيها السمك بتاعي كله. كده خلاص خلصت كل الكمية، هبتدي ان انا الدنها. انا بحط دقيق وبقسماط ناعم، ولو مفيش بقسماط ناعم مفيش مشكلة، خليه دقيق بس. وبحط نص معلقة ملح ومعلقة كركم. الكركم بيدي لون حلو جدا للسمك اثناء القلي، وبيكون لونه ذهبي. هبتدي ان انا اقلبها كويس جدا. هبتدي ان انا احط السمك في الدقيق، واحاول بقدر المستطاع اني مخليش طبق الدقيق كتير على السمك، عشان ما تخليش الزيت يسود معايا بسرعة ويعمل ريحة مش كويسة، وكمان عشان ما يعملش دخانة اثناء القلي. بحب الاول اني اتبل كل الكمية في الدقيق قبل ما اقليها، عشان تسهل عليا وقت. كده خلاص انا خلصت كل الكمية، هبتدي ان انا اقليها. اثناء القلي يفضل انك تقلي السمك في زيت غزير، وكمان يكون سخن. كده خلاص اكون خلصت، وقدمت السمك في الاطباق وزينته بشرايح الليمون والكزبرة. كمان ارز الصيادية بتاعي الجميل خلص. ما شاء الله كل الرزاية واخدة نفس اللون، ريحته جميلة جدا ما شاء الله، وطعمه احلى. ايه رأيكم؟ ويا سلام لما تطلعي بقى من الخلطة وتحطيها على الرز وتاكليه. لو لسه مكملة الفيديو لحد دلوقتي متنسيش تحطي لايك واشتراك للقناة، وكمان لو جربت الطريقة اكتبيلي في التعليقات رأيك فيها. ان شاء الله هنزل لكم طريقتي في السمك المشوي. اكتبولي رأيكم في الفيديو، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله بإذن الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة. هنعمل مع بعض سندوتشات الهمبرجر في البيت بطريقة سهلة جدا وطعمها حلو قوي، هتعجب كل اللي هيدوقها ان شاء الله بإذن الله. بعتذر لو صوتي متغير في الفيديو ده، معلش عندي برد. حطي لايك للفيديو واشتراك للقناة ونسمي الله ونبتدي مع بعض. اول حاجة معايا كيلو الا ربع لحمة، حطيت عليه ربع كيلو برغل. البرغل ده بيتباع عند العطار او في السوبر ماركت عادي. جبته نقيته كويس وغسلته كويس جدا ووديته بره عند المفرمة يطحن مع اللحمة. البرغل بيزود كمية اللحمة وبيدي طعم حلو، وكمان بيخلي القوام حلو. ومعايا طماطم مقطعة وخيار وخس عشان احطهم في قلب السندوتشات. ومعايا جبنة لسندوتشات البرجر، والتوابل هحطها ان شاء الله اثناء استخدامها. هنسمي الله ونبتدي نشتغل. هحط كده شوية زيت بس قليلين عشان تسهل عليا العجينة وانا بعملها وبشكلها وما تلزقش مني. هضيف معلقة كمون ومعلقة بهارات همبرجر دي جاهزة، وهضيف نص معلقة قرفة، وهضيف معلقة كزبرة ومعلقة كمون، وكمان هضيف معلقة من 7 بهارات، وهضيف معلقة ملح. المقادير دي كلها خدتها بمعلقة صغيرة. هخلط كل المكونات مع بعضها كويس وهتأكد ان اللحمة اختلطت مع كل التوابل. ولو هتفرمي اللحمة في البيت اثناء الفرم عادي ضيفي التوابل. كده خلاص خلطتها كلها كويس جدا مع بعضها، كمان جربت منها 2. ما شاء الله السمك بتاعهم جميل وكمان حجمهم كبير. والاحلى من كده ان انا عملتهم من غير المكبس بتاع البرجر، انا قطعتهم بالغطا بتاع البراد. انا هتعامل معاها كأني بتعامل مع عجينة مش لحمة. هبتدي الاول انا اكبسها في بعضها زي ما حضراتكم شايفين كده عشان تعمل معايا زي كورة، وبعدين هفردها على طول على الرخامة. لو عندك مكبس البرجر طبعا هيوفر عليكي كل اللي انا بعمله ده، بس انا كده بشوف كحل بديل لمكبس البرجر يعني. حاولي لما تفرديها ما تخليهاش رقيقة ولا تخليها سميكة، خليها بسمك معقول زي البرجر العادي اللي بنشتريه من بره. كده خلاص انا فردتها وسمكها كده كويس جدا. هبتدي ان انا اقطعها. شايفين ده غطا براد عادي، هبتدي ان انا اقطع بيه. هيطلع معايا نفس السمك ونفس الشكل ده بالظبط. انا دول برضو عملتهم بغطا البراد. هسمي اللي وابتدي ان انا اقطع. وبعد كده هشيل الزيادات عشان اعيد تشكيلها من اول وجديد. وخلاص دول اللي جازوا معايا. بتكون مظبوطة من عند الحروف بس بيبقى طالع زي شراشيب بسيطة، بايدك كده هتروحي دايسة عليها هتتظبط معاكي على طول. شايفين ما شاء الله بقى جميل جدا، سمكها حلو جدا وكمان حجمها جميل. انا هخلص كل كمية بنفس الطريقة. ما شاء الله ما بتاخدش وقت وعلى طول بتشكليها.
انا كده خلاص خلصت وتبارك الله طلع معايا كمية جميلة. حجم البرجر العائلي كله ما شاء الله بالغطا، وما اخدش مني وقت، وطبعا احسن وانضف من بره 100 مرة، على الاقل انك ضامنة اللحمة وضامنة نظافة الحاجة اللي شغالة فيها. وكمان انتي ممكن تضيفي على الكيلو الا ربع لحمة. طبعا نص كيلو مثلا برغل، انا ضايفة ربع كيلو برغل بس، لاني كنت حابة ان كمية اللحمة تكون اكتر من كمية البرغل، بس كده كده هي مش هتبان فيها لان التوابل بتغطي على كل حاجة، وكمان هتضاعف معاكي الكمية. وتقدري لو عاملة كمية كبيرة وخلصتيها في وقت واحد تقدري تخزنيها في الفريزر، انك تجيبي اطباق فل وترصي فيها اكياس ما بين كل واحدة والتانية وتشيليهم في الفريزر، مش هيحصل لهم اي حاجة. وكده خلاص انا هبتدي ان انا اقليهم. انا بقليهم في زيت قليل جدا، وممكن تقليهم برضو من غير زيت خالص. العيش الكايزر انا جايباه المرة دي جاهز، لكن باذن الله هعمل لكم فيديو لوحده خاص تعملي في البيت ازاي بكل سهولة باذن الله، وهيكون احسن وافضل من بره كمان. هبتدي ان انا افتحهم كلهم واجهزهم لحد ما اخلص تسوية البرجر. انا كده خلاص سويتهم. هبتدي ان انا ارص السندوتشات. هحط الخس وعليه شريحة جبنة، ومن فوقيه البرجر، وهحط طماطم او خيار اللي تفضليه، ولسه طبعا هحط كاتشب ومايونيز بس لما اخلص كل الكمية. انا بحب اضيفهم في الاخر بعد ما اخلص كل الكمية. هخلص كل الكميات بنفس الطريقة، هحط خس وفوقيه شريحة جبنة والبرجر وطماطم او خيار، وفي الاخر هحط الكاتشب والمايونيز. شايفين ما شاء الله لونهم من قريب حلو، بس هي الكاميرا ظالمة لونهم من بعيد. لو حابة تستكفي بيه كده من غير كاتشب ومايونيز مفيش اي مشكلة، طعمه حلو، بس انا ما بحب احطهم كاضافة يعني. انا خلاص خلصت كل السندوتشات وهضيف لهم كاتشب ومايونيز. انا كده خلاص خلصت، ايه رأيكم؟
ما شاء الله طعمه جميل جدا، واحسن وارخص من بره كمان. وحتى لو ما كانش ارخص كفايه انه انضف، وكفايه انك عاملاه في البيت وضامنه انك بتاكلي حاجه بايديكي نضيفه. هتعجبك ان شاء الله وتعجب الاولاد. ممكن تقدميها في سندوتشات، وممكن تقدميها جنب رز، تقطعيها كده وتحطيها مع رز او مكرونه. طعمها حلو جدا ما شاء الله. جربيها ان شاء الله هتعجبك. مستنيه رايك في الكومنتات. وكده خلاص اكون خلصت الفيديو. ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناه. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. مع السلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. مش هتشتري عيش تاني من بره ابدا. هقولك طريقة تعمليها في البيت وكمان من غير الفرن بتاعت الخبيث. طريقة سهلة جدا، وهتعمليها على البوتاجاز من فوق، وفي حوالي ساعة هتكوني عملتي اكبر كمية عيش بأمر الله. اللهم بارك، طعمه جميل ونظافة، ومش عايزة اقولك ممكن تاكليه حاف اصلا من غير اي حاجة من كتر ما بجد طعمه حلو. وكفاية انك خبزاه في بيتك وضامنة نظافته كويس جدا، وكل المكونات اللي فيه سهلة جدا، وتقدري تعملي كمية وتخزنيها عندك في الفريزر. فتحت لكم واحد عشان تشوفوا من جوه، ما شاء الله طري جدا وجميل. نقول بسم الله ونبتدي مع بعض. دي كل المكونات اللي هستخدمها. معايا معلقة خل، ورشة ملح صغيرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة سكر، ومعلقة كبيرة خميرة فورية، ومعايا 4 كوبايات دقيق متعدد الاستخدامات او اللي هو بتاع المعجنات، وكمان معايا معلقة كبيرة لبن بودرة، وتقدري تستغني عنها لو مش حابة تستخدميها لو مش متوفرة، لكن لو متوفرة عندك حطيها، بتخلي طعم العيش احسن، وكمان بتبقى ريحته جميلة جدا. هنبتدي بقى نعجن بسم الله. هنخل الدقيق، دايما اي معجنات تستخدميها لازم تنخلي الدقيق. حطيت كوباية ودي التانية كده 3، ودي رابع كوباية. هنزل بكل المكونات وهقلبهم ما عدا الخل والخميرة، دول هركنهم على جنب مش هحطهم دلوقتي. قلبت كده كل المكونات مع بعضها الجافة، وبالنسبة للخميرة حطيتها في قلب مية دافية. وبعد ما قلبت كل المكونات الجافة مع بعضها هحط الخميرة في حوالي كوباية مية، وكمان هنزل بمعلقة الخل وهقلبهم كلهم مع بعض. وهبتدي ان انا انزل بالمية، ما تنزليش بالمية مرة واحدة، انزلي بالتدريج شوية بشوية. انا دلوقتي بقلب بالمعلقة لحد ما احس ان الدقيق ابتدى ان هو يتلم معايا شوية بشوية، وبعد كده هبتدي ان انا اعجن بايدي. محبتش ان انا البس جوانتي لانه للاسف وانا بعجن بيه بيكون بيلزق معايا في قلب العجينة، فمش بعرف ان انا استخدمه، فبفضل ان انا اعجن بايدي افضل. رشيت شوية دقيق على الرخامة، وهبتدي ان انا اعجن العجينة واديلها حقها كويس في العجن. كده العجينة اخدت حقها كويس في العجن. هبتدي ان انا المها واحطها في قلب البولة تخمر براحتها. هغطيها واسيبها ترتاح براحتها. وكده خلاص العجينة اختمرت معايا. انا سبتها حوالي نص ساعة، انا مش هسيبها كتير عشان كده كده لسه هسيبها تختمر تاني بعد ما اقطعها. ما شاء الله ملمس العجينة كويس جدا لان اخدت حقها في العجن. انا دلوقتي هقطعه كور واسيبه يرتاح. الكور هتعمليه على حسب حجم الرغيف، لو انت عايزاه كبير او صغير. طبعا ممكن تصغريه عن كده شوية، وكل ما تصغريه هيديكي عدد ارغفة اكتر، وده يرجع لمقاس الطاسة او الصينية اللي هتسويه فيها. ال4 كوبايات دي عملوا معايا 10 ارغفة، حجمهم متوسط.
دلوقتي خلاص انا قطعتهم، هسيبهم يرتاحوا حوالي 5 دقايق، وبعد كده هرجع ان انا اشتغل فيهم. ما شاء الله كده اختمروا شوية. هجيب رشة دقيق بسيطة وهفرد عليها، لان انا هفرد بالنشابة فممكن العجين يلزق فيها. هعمله زي كورة كده، واحاول الحتة اللي هتلم منها تكون من تحت. هفرده كده بايدي شوية، وبعد كده هفرده بالنشابة. وممكن تستغني عن النشابة خالص وتفرديه بايدك. حاولي ما ترققيش الرغيف عشان ينتفخ معاكي بسهولة اثناء التسوية. كده خلاص فردت الرغيف. هبتدي ان انا اجيب مناديل مطبخ عادي واحط عليها الرغيف، وممكن تجيبي اكياس وتفرديها عليها بدل المناديل. انا ليه بعمل الخطوة دي؟ عشان لما بسيب الارغفة ترتاح مرة تالتة، يعني انا بعد ما اخلص فردهم كلهم هسيبهم ان شاء الله يرتاحوا شوية، حوالي ربع ساعة قبل ما ابتدي ان انا اسويهم. والافضل بلاش تعملي مناديل، خليكي في الاكياس، يا اما ترشي كويس جدا على المناديل دقيق، وده طبعا هيكلفك. فخليكي في الاكياس افضل، لان المناديل لو ما كنتيش رشه كويس دقيق ممكن العجين يلزق في قلب المناديل. لو انت متمكنه كويس ممكن تستغني عن المناديل وعن الدقيق الأكياس، واللهم صل على سيدنا محمد، تشيليهم بإيدك على طول وتحطيهم في قلب الطاسة. لكن أنا بعمل الحركة دي عشان أسهل إن أي حد مش متمكن إن هو يشيل بيهم العيش من على الرخامة ويحطها على الطاسة على البوتاجاز، ما يتبهدلش منه الرغيف، يفضل مفروض زي ما هو كده. أنا خلصت كل الكمية، وهبتدي إن أنا أريحهم شوية قبل التسوية، وهغطي وشهم بحاجة نظيفة. ممكن تغطيهم بمناديل مطبخ او باكياس، او زي ما انا عملت كده حطيت مناديل ومن فوقهم حطيت قماشة نظيفة. وكده خلاص بعد ما عدى ربع ساعة ابتديت ان انا اسويهم. انا بحط الرغيف على طول ومش بخليه ياخد وقت، وبقلبه، يعني شايفين مش بياخد لون حتى، عشان يتنفخ معايا بسهولة. وطالما سبتيه يرتاح شوية قبل ما تسويه ان شاء الله باذن الله كل الارغفة هتتنفخ معاكي وتكون جميلة. انا بحب اسويهم في حاجة تكون تيفال او جرانيت، بحيث ان لا قدر الله ما يلزقش مني. ولو مش متوفر ده او ده، ممكن تجيبي الصاجة اللي هي بتكون في الفرن وتحطيها على عين البوتاجاز من فوق وتسوي عليها. وفي طريقة تانية للعيش ان شاء الله برضو هجربها معاكم، بس الطريقة دي بجد جميلة جدا والله. وانا شغالة وما شاء الله ما شاء الله ريحة العيش بجد كانت حلوة قوي، وما اخدش معايا وقت خالص ما شاء الله. وكمان انا لحقت ان انا ادي منه للاولاد وهم رايحين المدرسة سندوتشات. وكده خلاص اللهم بارك اكون خلصت كل الكمية اللي انا عملتها من 4 كوبايات دي ما شاء الله. مليت صينية عيش تفطري بقى منها الصبح. مش عايزة اقولك ما شاء الله، كفاية انك بتكوني واقفة شم ريحة العيش الجميلة وتاكليه سخن كده وتشوفيه قدامك وهو بينتفخ، بجد ما شاء الله. تقدري طبعا تعملي كمية كبيرة وتشيليها عندك في الفريزر وتطلعي منها حسب الطلب. ده ما شاء الله حجم الرغيف، يعني ما شاء الله حجمه حلو ما شاء الله. كل رغيف اجمل من التاني، طري جدا اللهم بارك. ولما بتفتحيه من جوه ما شاء الله بيتفتح معاكي بكل سهولة. شايفة من جوه ما شاء الله مفيهوش اي عجين، وابيض ولونه ابيض كده ما شاء الله، وفاتح بسم الله ما شاء الله جميل.
لو حابة انك تخزني منه اعملي كمية ما شاء الله هينفعك، وسيبيها لما تبرد خالص وبعدين عبيها في اكياس وشيليها في الفريزر. ريحة العيش عجبتني جدا، فقلت وانا واقفة لازم اكافئ نفسي واعمل لنفسي سندوتش، والعيش سخن كده. فكان عندي فول متقطع بقى عليه فلفل وما شاء الله كان طعمه جميل، عاملاه برضو في البيت ومنزله لكم الفيديو بتاعه على القناة. وعملت لنفسي احلى سندوتش فول، عيش بيتي وفول بيتي وكل حاجة ما شاء الله في البيت، اللهم بارك ما شاء الله. لما بتعملي كل حاجتك في البيت بتحسي بخير كده ما شاء الله. هنا بقى معلش ما كنتش قادرة استحمل طعمه ما شاء الله اللهم بارك، كان جميل، وتقريبا كنت بفطر معاكم. ودلوقتي هاخد كام واحد كده اشيله في التلاجة، والباقي هنفطر بيه ان شاء الله باذن الله. وبس كده يكون الفيديو خلص، يا رب ان شاء الله يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله باذن الله فيديو جديد، مع السلامه. ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه.